من امبارح والدنيا مقلوبة من بعد تعادل الزمالك مع البنك الأهلي، والبرامج كلها عمالة تحلل في أسباب التعادل وليه فقدوا المنافسة، وإن شاء الله حتى على المركز التاني، ومقدمين البرامج والضيوف وكله بيدلو بدلوه. اللي يقول لك ده عيب مدرب، واللي يقول لك عيب تشكيل، واللي يقول لك أصل سكواد الزمالك ضعيف، واللي بيلعبها صايمة لمصلحة مرتضى منصور وجايبها في مجلس الإدارة. وبالمناسبة أول مرة أشوف مجلس إدارة يبلغ القنوات كلها إن في اجتماع عاجل لتقرير مصير بسيره، ويعدي الليل ويطلع النهار بدون أي قرار. تحس الناس دي ما تقدرش تاخد قرار ومستنيين حد يقرر لهم. المهم المحللين بيحللوا، وكان لازم الونش يبتدي والمفروض يلعب 4-4-2 عشان ما فيش أجنحة، واللي يقول لك لعيبة ما عندهاش روح، واللي يقول لك ما هم مش بيقبضوا. وسمعنا كل الأسباب الممكنة والغير ممكنة للمستوى الهزيل اللي بيقدمه الزمالك، لكن ولا واحد ولا نفر واحد راح للحقيقة الواضحة وضوح الشمس، إن النادي ده ربنا مش مبارك له. النادي اللي يقبل 2 مليون دولار من كهربا بالحرام وهو عارف، النادي اللي ياكل مال اليتامى بتوع أجوجو، النادي اللي بيصرف ملايين على لعيبة كسر ويرفض يعالج 2 من لعيبته مرضى لغاية ما يتوفاهم الله، وأهاليهم ليل نهار بتدعي عليهم وعلى النادي. النادي اللي بيمشي اللعيبة والمدربين من غير ما يديهم حقوقهم. النادي اللي كان فتح قناة لسب أمة لا إله إلا الله طول الليل والوش الفجر وجمهوره فرحان قوي وبيهلل. النادي اللي بيدافع عن الجماهير اللي بتشتم، وبيدافع عن لعيب كرة طايرة بيعمل حركات خارجة، وبيدعم الخروج عن الأخلاق بصفة عامة. النادي المرقب بالنادي الشرير بتقرير الفيفا والصحافة الأوروبية. النادي اللي بيعمل كل ده لو جبت له ميسي ولا كريستيانو رونالدو وفي عزهم برضه مش هيكسب. طيب سيبكم المثاليات والضمير والأخلاق وعقاب ربنا، خلونا نتكلم بشكل عملي شوية. نادي ما عندوش إدارة، نادي بيصرف أكتر بكتير من قدراته المالية، نادي كل إدارة بتمسكه بتجرف موارده وتقولك اللي بعدي هيبقى يتصرف، نادي كل همه إنه يبين إنه قد الأهلي، فيروح يشتري بال15 لعيب عشان ينافس الأهلي، ويطلع 3/4 سكة فيمشيهم من غير مستحقات، واللي بعده ويقلب. وتيجي الغرامات فيروح يعيط للوزير أو ياخد قرض أو يترجى في بابا ممدوح شوية وهي ماشية. النادي اللي بيدار بالعشوائية دي مش ممكن ينجح أبدا. النادي اللي مش عارف حجمه هيفضل كده لغاية ما يقع وقعة ملهاش قومة. النادي ده لو الوزير قلب له أرض أكتوبر كلها استثماري مش 20% بس، برضه هيطير الفلوس في الهيافة ويرجع يمد إيده تاني. غيروا المدرب، غيروا اللعيبة، غيروا مجلس الإدارة، براحتكم. العيب في الفكر مش في الأفراد، العيب إن مفيش منظومة، في شوية ناس ما بتفهمش عايزة تتمنظر وتاخد اللقطة، ناس ما عندهاش دم،